5 مشاكل جلسة الديرما بين هتعالجهم في بشرتك. أول مشكلة مشكلة المسامات الواسعة والحفر. تاني مشكلة وهي مشكلة آثار الحبوب والتصبغات، وتقريبا كده من أول جلسة هتلاقي نتيجة تحفة. تالت مشكلة هي مشكلة النضارة وتحسين مظهر الجلد. رابع مشكلة وهي مشكلة إن بشرتك هتكون صحية وكمان هتفتح بطريقة مش هتصدقيها. وخامس مشكلة هي مشكلة النضارة بتاعة البشرة وعلاج علامات تقدم السن والخطوط الرفيعه اللي موجوده، وده لان جلسه الديرما بين اثناء ما بنعور بشرتك بالاداه الحاده اللي بنستخدمها على حسب السن اللي متاح لبشرتك بنعور البشره، فبالتالي بنحفز الكولاجين والالاستين اللي بيكون موجود في البشره، وبالتالي الخلايا بتاعه الجلد بتتجدد وبتديكي افضل واحسن نتيجه لبشرتك. انا عن نفسي من اكتر الناس اللي بستخدم جلسه الديرما بين مره كل شهر ونص. ولو عايزين تعرفوا ايه هي الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل لو عملتي الروتين بعد الجلسة غلط، تابعوني في الفيديو الجاي.